السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي وحبايبي من مصر ومن خارج مصر، وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. ويومكم كله سعادة وهنا ورزق وراحة بال وجبر خاطر، ما تحرمش منكم ابدا. النهاردة كده روتين جامد جدا. هنغسل كده البرندة ونسيقها ونمسحها. جميل جدا، فيديو جميل جدا ومشجع طبعا. ان الوقت كده طبعا كنت منشرة السجاد معاكم قبل كده. هدخل بقى كده السجاد نشفه بقى زي الفل اهوت. امبارح كانت الشمس جميلة جدا، بس طبعا النهارده ما فيش شمس خالص. فطبعا خفت عليه، قلت لا الجو يشتي ولا حاجه. قلت لا يلا اخد بقى فرصه ان الجو لسه مشتاش والجو جميل جدا. هطلع ادخل بقى كده المشايات والسجاد عشان طبعا الجو ما يمطرش عليهم. لان طبعا شايفين الجو النهارده، يعني قمت الصبح لقيت الجو مغير خالص. فقلت يلا بقى كده اشجع مع اخواتي وحبايبي اللي بحبهم وبحب يبقوا بيحبوني. ما تحرمش منهم ابدا، ودايما كده منوريني ومشرفيني. وجودكم معايا بيكبرني وبيشرفني وبيسعدني. ربنا يجعل ايامكم كلها سعاده ورضا ورزق وراحه بال كده وجبر خاطر، زي ما انتوا كده دايما جابرين خاطري في التعليقات. امين يا رب العالمين. قلت بقى ادخل بقى المشايات والسجاد، كنت برضو غسلاها قبل كده معاكم. ان شاء الله باذن الله هنزل لكم الفيديوهات ديت ان شاء الله قريب. طبعا قلت بقى ادخلهم بقى جوه، بقى لي فتره ما نضفتش بقى البلكونه. عامله زي ما اكنها بلكونه مهجوره، لان طبعا قليل اول ما بندخلها، لان طبعا هي في البرندة ديت من الناحيه التانية، فقليل اول ما بدخلها يعني، لان طبعا اليومين دول بقاش الجو متغير خالص وفيه هوا. فطبعا الهوا بقى محمل بقى بالاتربه، شايفين بقى البرندة عامله ازاي اكنها مهجوره خالص. قلت بقى اشجع معاكم يعني احبابي كده واحباتي، ما تحرمش منكم ابدا. قلت يلا بينا كده اشجع بقى، واجيب بقى كده المساحه، واجيب بقى الفرشه كده وجردل بقى ميه، وامسك بقى البرندة اسيقها وامسحها كده واخليها فل شمعة منورة. طبعا جميلة جدا البرندة ديت، بس طبعا في الصيف، لان طبعا في الصيف بيكون جو جميل جدا وجو ربيع. لكن في ايام بقى الشتاء كده قليل اول ما بدخل بقى البرندات، لان طبعا بنطلع البرندة اكننا واقفين بقى في الشارع. الهواء صعب جدا شديد جدا بقى عندنا، اللي طبعا انتوا عارفين البيت في الخلا، جنب الاراضي الزراعيه على طول. شايفين يعني هو يا دوب بس الجو بدأ يغير، الجو شكله عامل ازاي. فطبعا بقى بدأت كده اجيب الميه وامشي كده على المنشر. طبعا ما بحتاجش المنشر ده كتير، قليل اول ما بحتاجه لما بكون مثلا عندي غسيل كتير، فببدأ اجي انشر بقى عليه. فطبعا ما بحتاجوش بقى كتير، بس طبعا بقى له فتره بقى زي ما تكون بقى البرندة زي ما انتم شايفين اكنها مهجوره. هي كانت نظيفه وزي الفل، بس اللي كان فيها تراب. فطبعا قلت مش هسيقها بقى ولا امسحها، غير بقى لما نشر بقى السجاد كده على السور، نفضت السور كده وبعدين نشرت السجاد، وبعد ما نشف بقى وبقى زي الفل اهوت دخلته. بس ان شاء الله ناويه تاني اما الشمس تكون طالعه كده في يوم حلو. طبعا المشاية دي انا طبعا بستعملها بس في الصيف، ما يكون الجو يكون الشمس طالعه كده والجو جميل. فان شاء الله هطلعهم برضو ساعه كده يشمسوا وادخلهم بقى والشمس كده وهم متحمصين كده والشمس عليهم. بس طبعا دخلتهم دلوقتي، خفت عليهم الجو يمطر. فقلت بقى اخد بقى فرصه كده قبل ما يمطر كده، امسك بقى البرندة امسحها وانضفها واسيقها كده واخليها فل شمعة منوره. وبالشفشق كده او بالكوبايه ابدا بقى احط بقى على المنشر كده واشيل بقى التراب من عليه. وبعدين على السور مسحته كده ونضفته بقى نضيف جدا وبقى فل شمعة منوره. وطبعا نبدأ نحط بقى كده في الأرضية بتاعة البرندة. طبعا نشيل كل الأتربة اللي موجودة كده على الأرض. بجد بشكركم بتشجعوني وبشجع بكم إخواتي وحبايبي على راسي من فوق، ما تحرمش منكم أبدا. شايفين بقى المية كلها تراب ازاي، لان زي ما قلت لكم طبعا الجو بقى محمل بتراب وكده. فطبعا الهواء بقى دايما كده شديد عندنا بالليل والصبح برضو في اي وقت. هو كده في الشتاء يعني الجو عندنا وحش خالص. فطبعا عايزه اقول لكم يعني بجد يعني بتنوروني وبتسعدوني، ما تحرمش منكم ابدا. وبتمنى منكم بقى لايك واشتراك في القناه عشان قناتنا تكبر وتبقى من اكبر القنوات. زي ما بقول لكم دايما متفائله بكم خير، بتشجعوني بتفرحوني وبتسعدوني، ما تحرمش منكم ابدا. وحابه اقول لك لو وراكوا شغل بيت تنظيف مطبخ غسيل اطباق، سمي وقولي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوه الا بالله، وان شاء الله ربنا يعني وتقدري تخلصي كل اللي وراكي. اخواتي المحترمين على راسي من فوق، ما تحرمش منكم ابدا. طبعا الوقت كده بدات بقى امسح بقى البرندة اهوت بالفرشه كده، ادعكها كده بالفرشه. الفرشه دي جميله جدا، عايزه اقول لكم ساعدتني بقى في غسيل السجاد، اللي هي الفرشه اللي هي لها كده عامله زي المقشه، بس طبعا خشنه شويه، جميله جدا بتنضف بقى كده السجاد وبتغسلي السجاده في اسرع وقت.
مش بتتعب الظهر ولا حاجه. فجبتها بقى معايا البرندة كده زي ما قلت لكم بقى، اغسل بقى ايه البرندة كده، ادعكها دعكه كويسه بحيث لو فيها تراب ولا حاجه لازق ولا حاجه الفرشه تطلعه معايا، واحط عليه بقى الميه كده وانزل على طول. طبعا في ماسوره كده اللي هي اللي بيقولوا عليها المزراب، طبعا ايه كانت مكتومه، فهنسلكها بقى مع بعض عشان طبعا تسحب الميه، تنزلها على طول بقى كده بحيث ان هي تبقى المرندة تنشف معايا كده على طول وتبقى نضيفه وزي الفل. ما تحرمش منكم ابدا بجد، بتنوروني وبتسعدوني. عايزه اقول لكم في التوقيت دوت كنا احنا حوالي الساعه مثلا 9:30 او 10 الا ربع، كنا لسه الصبح يعني الشمس ما طلعتش بقى النهارده خالص. الجو جميل برضو لان طبعا هو ما فيش شمس بس الجو كويس يعني الحمد لله، ما فيش مطر وهو مش ساقع يعني ما فيش شمس بس الجو ما هو ساقع ولا حاجه. الجو كده جميل جدا، جو يعني خريف. بدأت امسح بقى كده البرندة واشد بقى المية كده، انا انضف بقى البرندة واخليها نضيفة وزي الفل. وطبعا انتوا تاج على راسي ما تحرمش منكم ابدا، بتنوروني وبتشرفوني وبتسعدوني، فرحانة بكم جدا جدا. اخواتي المحترمين، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويوفقكم وبارك كده في اولادكم ولسه ما دخلش دنيا، ربنا يحفظه ويلاقي كده بنت الحلال اللي تسعد قلبه وتريح باله يعني وتسعد ايامه كده، امين يا رب العالمين. بدأت بقى كده اشيل بقى المية، طبعا ايه في مية واقفة هنا كده عند اللي هي الماسورة، هنبقى ايه نسلكها، لقيت فيها حوالي يعني ايه توب صغنن كده. هنشيل بقى كده من قدامها الحاجات اللي طبعا مش كويسة اشيلها، وبعد كده هسلكها بقى كده طبعا عشان تنزل بقى المية كده وتنشف معايا البناطة على طول. شايفين بقى المية عاملة ازاي؟ طبعا هنزل المية اللي مش كويسة ديت، وطبعا بدأت ايه اسلك فيها اهوت عشان تسحب بقى المية على طول. وبعد كده بعد ما اشيل بقى المية اللي هي مش كويسة دي مش نضيفة، ابدأ تاني اجيب لها بقى ايه نص جردل كده احطه بقى في البرندة كده، واحط فيه شوية شاور جل كده، شوية شامبو كده بحطهم جميلة كده او معطر الجو كده او معطر الارضيات عشان طبعا ريحة البرندة تكون جميلة كده وزي الفل. شايفين بقى المية بقى اللي طالعة من البرندة عاملة ازاي؟ ابدا بقى كده اشد الميه ديت وبعدين احط لها ميه نظيفه. وبجد فرحتوني وشجعتوني ونورتوني، وبشكر كل الموجودين معايا، تاج على راسي ما تحرمش منكم ابدا، بتنوروني وبتشرفوني. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويجعل ايامكم كلها سعاده ورضا كده وراحه بال وجبر خاطر، دايما كده منوريني ومشرفيني. بدات بقى اشيل بقى الميه اهوت، سحبت بقى كل الميه اهوت. بعد كده اجيب لها بقى شويه ميه كده نضاف حلوين، احط بقى شويه معطر ارضيات كده عشان طبعا ريحه البرندة تكون جميله وزي الفل. طبعا البرندة دي في اوضه الاولاد، ربنا يبارك فيهم ويحفظهم ويبارك في اولادكم جميعا من كل شر، امين يا رب، واحفظهم من كل شر، امين يا رب. ان شاء الله نبقى طبعا ايه هنروح برضو البرندة التانية في يوم تاني كده ان شاء الله، نسيقها ونمسحها ونخليها فل شمعة منورة، لان بجد بتشجعوني وبشجع بكم، بحب اكون موجوده معاكم وتكونوا موجودين معايا. اخواتي ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، بتسعدوني دايما كده، ربنا يسعد اوقاتكم كلها ويجعلها خير وصحه وستر كده، والوقت اقول لكم في حفظ الله ورعايته. مع السلامه.